تخيل ان اكبر عدو لفرنسا كانت هي السبب في ان النوتيلا تبقى موجوده في اكتر من 75 دوله. تعال نعرف القصه، تعال نعرف الحكايه. في يوم من الايام قرر نابليون ان هو يقطع الاستيراد الكاكاو عن بريطانيا، ومن هنا تبدا قصه ولاده نوتيلا. وقتها ايطاليا كانت من اكتر الدول اضرارا طبعا بالقرار دوت، وكان انتاجها من الكاكاو قليل. فبدا بعض التجار يعملوا ايه؟ بدا بعض التجار ياخدوا البندق ويخلطوه بالشوكولاته، وسموا الخلطه دي حاجه اسمها الغندوجه. مش عارف بقولها صح ولا لا. وبعد سنين رجع الكاكاو غلي تاني، فبدا التجار يرجعوا لنفس القصه تاني. فبدا هنا شركه اسمها فيريرو بدات تعمل حاجه حلوه قوي، ان هي دمجت الشوكولاته مع البندق. وهنا حاجه حلوه ليه؟ لان هنا بدا الموضوع يبقى بشكل تجاري. في الاول الموضوع كان بيبقى بشكل عشوائي، يعني التجار كانوا بيبيعوا كده يمكن في اماكن بسيطه، لكن دلوقتي الشركه خدت الموضوع وبدات تنتشره على مستوى ايطاليا بالكامل. ومن هنا بدات الشركه تعمل منتج وبدات تسميه نوتيلا، والكلام دوت كان في سنه 1964. وهنا ميشيل اللي هو كان رئيس مجلس الاداره وقتها وابن مؤسس وصاحب الشركه، هنا اتبع استراتيجيه الفور بيس. يعني الموضوع ما جاش صدفه. من اول الحاجات اللي اتبعها طبعا في الفور بيس وهي المنتج، وبدا يعمل برطمان يبقى خاص بالمنتج بتاعه اللي هو النوتيلا، وبدا يبقى مميز بيه. ويمكن احنا لو شفنا اي برطمان شوكولاته اول حاجه بنيجي دلوقتي في بالنا هي النوتيلا. رقم 2 كان التسعير. التسعير كان مناسب جدا مقارنه طبعا بالسوق وقتها. رقم 3 كان الترويج، والترويج هنا خصصوا ميزانيه زي باقي الشركات العالميه ان هم يبقى ميزانيه خاصه فقط للترويج عشان حاجه واحده بس، وهي اثبات الصوره الذهنيه عند العملاء. رقم 4 وهي المكان والتوزيع. وبصراحه انا من خلال قراءتي كانوا اذكياء جدا في خطه توزيعهم اللي بدات من اول البقالات اللي موجوده حتى وصولهم لكل دول العالم. ولو عايز تعرف ايه الدرس اللي نوتيلا اديته للعالم كله، اكتب لي كومنتس بكلمه نوتيلا. ودي كده كانت حكايه مع حكاياتي مع مساواتي.